أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس جديد بالعربي ألا وهو كورس التغذية المعتمد من ICCA. النهارده هنبدأ مع بعض شابتر 5 ألا وهو بعنوان البروتين. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهارده رقم 1 Define key terms related to protein and amino acids. هنعرف هنا أهم المصطلحات المرتبطة بالبروتين والأمينو أسيد. هنعرف يعني إيه بروتين والمقصود بالأمينو أسيد اللي هي الأحماض الأمينية. في بعض المصطلحات كتير من المدربين بيكون فاهمها غلط لما بيجي يتكلم عن البروتين، وهنا النقطة دي هتوضح له حاجات كتير جدا. رقم 2 بقى explain the function physiological effect of protein and amino acid in the body. يا ترى ايه هي وظائف البروتين ودوره في جسمنا؟ هل هو بيبني عضلات بس ولا ليه تأثيرات فسيولوجية تانية مهمة على الجسم؟ وده اللي حضرتك هتفاجأ بيه، لأن دور البروتين أكبر من كسر عضلات بكتير، ليه أدوار مهمة في جميع العمليات والوظائف الحيوية اللي الجسم بتاعنا بيعملها كل يوم. رقم 3 distinguish between essential and non-essential amino acids. هنا بقى هنفرق ما بين الأحماض الأمينية الأساسية اللي الجسم بالآخر ما يقدرش يصنعها غير لما ياخدها من الأكل نفسه، والنون اسينشال امينو اسيد الأحماض الأمينية الغير أساسية اللي الجسم يقدر يصنعها من مواد كربوهيدراتية ويعمل لنا كام نوع من البروتين. يا ترى لو أنا منعت إيه أخدت إيه اللي الجسم يقدر يعمله والجسم ما يقدرش يعمله، ودي هتوفر عليك فلوس كتير قوي لو اتعلمتها واتقنتها في كتابة البرامج التغذية بتاعتك. رقم 4 بقى understand the digestion and absorption of protein in the body. هنفهم هنا ازاي البروتين بيتم هضمه وامتصاصه داخل الجسم. يعني هنتابع كده رحلة البروتين من اول ما يخش البق بيبتدي يتكسر، هل في انزيمات بتشتغل ولا الموضوع بيبدأ من المعدة وبعدين بعد المعدة بيمتص نهائي فين، هل المعدة ولا الأمعاء الدقيقة ولا الأمعاء الغليظة؟ يبقى حضر لي ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. تيجي سيرة البروتين دايما بيجي في دماغنا عضلات أو ده. الحقيقة إن البروتين موجود في جميع العناصر الغذائية تقريبا اللي موجودة، مش بس في السمك واللحمة والبيض. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الفقير يقدر يحصل على نسبة البروتين بتاعته من أقل الوجبات. البروتين عندنا نوعين، بروتين حيواني وبروتين نباتي. البروتين الحيواني زي ما هو واضح قدامنا الشاي، لحمة، بيض، سمك. البروتين النباتي عبارة عن بعض البقوليات والحبوب زي الشوفان والكلام ده. الحقيقة إن الجسم محتاج الأنيمالز والفيجيتابلز في نفس الوقت لأنهم بيكونوا بعض. طب إيه هو بقى الحمض الأميني أو المكون الأساسي للبروتين؟ مجموعة أمينية ومجموعة كاربوكسيل يتوسطها ذرة كربون مرتبطة بالآر، وده بيبقى يونيك لكل أمينو أسيد على حمض البروتين. عندنا حوالي 21 حمض أميني هندرسهم في الكورس دوت: الانين، الارجانين، الكازين، الليسين، الليفانين، جميع الاحماض الامينيه اللي انتوا بتشتروها كمكملات ومش عارفين طريقه استخدامها ازاي، فهندرس مكوناتها وازاي ناخد منها كميات قد ايه. اول حاجه لازم نعرف ان احنا عندنا احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه. احماض الامينيه الاساسيه هم 9 احماض، ودول الجسم ما يقدرش يخلقهم من تلقاء نفسه، لازم عن طريق مصدر من الخارج. البروتين مش بس دوره ان هو النمو، لا، ليه كمان عده ادوار، زي ان هو يساعد في انتاج بعض الهرمونات، زي ان هو يعمل بيلد او مينتين للتيشوز. لو عندك اي تعويره، عندك اي جرح، بيساعد في عمليه الالتئام، بينفع الرياضيين طبعا في تدريبات التحمل. عند الانزيمز انتاج بعض الانزيمات وتسريع عمليه انتاجها، ترانسبورتيشن عمليه نقل لتخليد العناصر الغذائيه داخل الخليه. والوظيفه الخامسه ان هو ممكن يستخدم للطاقه. طبعا يستخدم للطاقه في حاله عجز طبعا الكربوهيدرات. عم شجعتنا قلنا لنا هاو ماتش بروتين شود اي تيك، ناخد قد ايه بقى؟ الحقيقه ان الاجابه هنا ممكن تكون صادمه شويه. العلماء لقوا ان اكبر كائن على وجه الارض بيتغير كل شهر وكل اسبوع هو البيبي بتاع شهر 1 غير شهر 2 غير شهر 3 بيتطور وبينمو جامد قوي، مع ان البيبي في الفتره دي ما بياخدش غير حاجه واحده بس اللي اسمها ميلك بريست. يا ترى في كميه بروتين قد ايه؟ لما حاسكوا لبن الام وحللوه كانت المفاجاه انه يحتوي بس على 1 جرام بروتين.
مضمون.